مشعول مش اعلاني. طيب هنرجع مرة تانية لمقتل زوجة المذيع إيهاب صلاح اللي اعترف في التحقيقات ان هو اطلق النار عليها من طبنجته اللي ورثها عن والده. الحقيقة يعني كان من شوية معانا الصحفي بالأهرام خالد جودة اللي أطلعنا على بعض تفاصيل التحقيقات ومسألة إجراء المعاينة التصويرية لموقع الجريمة وهكذا. قال لنا من ضمن الكلام ان كانت شقيقة القتيلة ماجدة كمال زوجة إيهاب رحمة الله عليها طبعا كانت موجودة في هذه المشاجرة، وكانت ربما تكون شاهد العيان الأوحد على ما حدث بالفعل في المنزل رقم 31 شارع أبو الهول السياحي بمنطقة الهرم امبارح. دلوقتي معايا على الهاتف مباشرة شقيقة ماجدة نجاح كمال. نجاح مساء الخير اولا والبقاء لله طبعا. يعني نور ونعمة بالله. حضرتك دلوقتي اتفضلي. انت على الهوا. حضرتك دلوقتي انا سمعت البرنامج بتاع حضرتك ومتابعاه. اتفضلي يا فندم. دلوقتي سمعت الموضوع بتاع ايهاب صلاح واختي. انا كنت موجوده لانها الديه الساعه 2:30. كان يوم الحادثه الساعه 2:30 وانا لما رحت لها على 6:30. انت كنت موجوده معاها في البيت؟ قالت لي مش هيبات تعالي بات معايا. وانا رحت بات معاها انا وعيالي. عيالي دي اللي هو حضرتك بيقول ده اهلها. انا عيالي دي كان بنتي 8 سنين ونص. شادي 8 سنين. معلش اسفه 7 سنين. لما جيت ابني كان نايم وانا رحت في النوم، كان في حدود الساعه 12 كده. هو ايهاب صلاح جه الساعه 1 وقعد، وبعدين هما الاثنين دخلوا اوضه النوم. ايوه مفيش 5 دقايق لقيته خارج، هي خارجه عامله كده يعني ايديها الاثنين على دماغها كانت بتتضرب وهو خارج بيضرب فيها. قلت له ده ايهاب بيجاديها بقى على الانتريه قاعدها وبيلطش فيها، فانا رحت ماسكه ايديها قلت له ليه كده؟ انا بحترمك وبحبك ما تخلينيش يعني ليه كده؟ ليه كده؟ رحت ماسكه ايده ودخلته اوضه النوم. فراح جاري على الدولاب، هو بياخد هدومه مش المسدس زي ما مكتوب. بياخد هدومه عشان يمشي؟ بياخد هدومه. بتقول له بتعمل ايه؟ قال لها هاخد هدومي عشان انزل. راحت قالت له بس انا اللي جايباها. قال لها لا انا بصي حضرتك بصي انا عنك. قالت له انت شاري الهدوم اكتر مني؟ خلاص يا ايهاب انا اللي هديك الهدوم بنفسي. فعلا بقى راحت تطلع الهدوم من بدله من الدولاب وراحت حطاهم على السرير. فقالت لي يا نجاح روحي هاتي الشنطه عشان احطهم له فيها. راح قال لها وحتى لو نجاح جابت لي الشنطه مش هنزل انا عايزه. المهم بصيت لقيته العصبيه هو بيقول بيضرب فيها. قالت له وبعدين النضاره ما ضربتوش بالقلم عشان بيقول ضربت بالقلم، ده هي اساسا النضاره وقعت من كتر المشاجره. دي حاجه. وبعدين بصيت لقيت هو بيخرج في الخناقه وبتاع بيقول اللهم صل على النبي. وطي التلفزيون بعد اذنك يا نجاح. وطي التلفزيون. اتفضلي. هي نضاره وقعت من كتر المشاجره. بعد كده بصيت لقيت هو بس الكلام اللي اتقال ان هو خد قلم على وشه قبل ما يعني. والله اقسم بالله انا اللي كنت موجوده. وهو ده اللي وقع النضاره. هو ده اللي وقع النضاره وكسرها. اثار في وشه حضرتك، ما فيش اي اثار في وشه، وانا اللي مضروبه ودراعي الورم في دراعي، والمصورين اللي جولي صوروا الورم. مضروبه في ايدي. مضروبه من الثانيه اللي هو بيقول هي خبشتني في ايدي. لا انا اللي كنت ماسكه لما مسك الطبنجه. دي حاجه. وبعدين هو لما شدوا مع بعض ومسك الطبنجه بتقول لي انا بيضربني. انا جايه بقى بالتليفونات علشان اتصل بالنجده. رحت لها هي معاها بالصلاه على النبي 3 تليفونات، بس انا مسكتهم منها وعاملاهم كده ولا قلت لها ما تعمليش فضايح يا ماجده، خلي الموضوع ينتهي بهدوء. قالت لي بس هيضربنا. وقالت لي قلت لها ما تخافيش. لقيته هو متجعس على السرير وراح ماسك بموبايله والتليفون ويقول للنجده انا ايهاب صلاح المذيع، عنواني كذا كذا. انا دلوقتي مراتي واهلها حاجزيني ومش عارفه انزل، انا اللي موجوده لوحدي. انا لو كان معايا راجل كان ماسك منك الطبنجه ما كنتش عرفت تقتل اختي. ازاي؟ انا ضعيفه معاك وهي ضعيفه معاك، ازاي تقول علينا كده؟ راحت اختي قالت لي عدت كده اهو اتصل بالبوليس قبلينا. قلت لها ما يهمش يا ماجده، احنا ما يهمش،
هو البوليس هيجي يعمل لنا واحنا عملنا له حاجه؟ بصيت لقيته بيقول لها بيتخانق، جه جنب الانتريه وقفه وجاب حاجه، انا ببص كده لقيته مسدس، بقول لها ماجده هو انا حقيقي؟ قالت لي راح ماسكها من دماغها حضرتك بكف ايديها، بكف ايديه، ملك دماغها بصوابعه وثبت المسدس، الخرم بتاع المسدس على دماغها، فرحت انا ماسكه ايديه ورحت رافعه ايديه وقلت له، ورحت ممشيه عند اوضه النوم، لا في كرسي ورا سرير، قمت انا ماشيه ورحت مقعداه، قلت له ايهاب انا ايدي بتترعش، وانت مثلا كان ما شاء الله ماجده بتشيل بال 200,000 جنيه لان كان بتبيع بن وكركديه وحلبه، يعني عندها بالصلاه على النبي محل ما شاء الله شغال حلو، وكل اللي حواليها يعرفوا كده. بصيت لقيت مش عارفه حاجه بصراحه، الحكومه لما احنا جينا بصينا لقينا هو بقى قال لي ايه، بص بتعمل قواه العقليه، بتعمل قواه العقليه بعد ما قتلها، بيتصل بالبوليس قال لهم ايه؟ انا ايهاب صلاح، انا قتلت مراتي وماجده، وانا اتصلت بيكم وانتوا اللي ما جيتوش تلحقوني، فانتوا اتاخرتوا عليا، دي حاجه. لقيته اتصل تاني برضه فايق بتعمل قواه العقليه، اتصل بتوع الشغل، ده واحد فايق لبتوع الشغل، انت هتعمل في ايه؟ اختي مرميه زي الفرخه مذبوحه وانت بتتصل بتوع الشغل. بيتصل ببتوع الشغل ليه؟ بيقول لهم انا ايهاب صلاح المذيع، ورايا بكره ان شاء الله نشره الساعه 2 الظهر، حاولوا حد مذيع غيري يقدمها لان انا قتلت مراتي ورايحه اسلم نفسي. دي حاجه. بعد كده بكام قوه عقليه اتصل ثاني بواحد اسمه مجدي، وكل حضرتك يثبت في موبايله، شوفوا موبايله. بصيت لقيته بيقول لي مجدي ايه مش عارفه، مجدي ده قال له ايه؟ راح قال له ايه؟ انا بقى خدت بنتي وقعدت عند الباب، خفت لان ابني نايم وبنتي بتقول لي يلا امسحي سيدي يا مامي، قلت لها لا هو مش سايب سادي، هو سايبنا احنا، تعالي بس واسكتي. بس خدتها عند باب الشقه وقعدت ماسكه الموبايل في حجري، ورحت بقى مخبيه الموبايل منه عشان ما يعرفش ان انا بكلم اهلي، ومركزه ان هو يقتلني تاني، انا ما اعرفش ان هو معهوش بيقطعني. بصيت لقيته ايه؟ بيقول لمجدي ده ايه مش عارفه، راح مجدي بيقول له مش عارفه، راح هو بيقول له ما ينفعش اصل اختها وبنتها معايا. بعدين مش عارفه مجدي قال له ايه تاني، راح قال له ما هو ما ينفعش، دي حاضره الموضوع من الاول، ما ينفعش اقول كده، معنى كده ان انت اللي في التليفون اللي جوه التليفون ده بيسلطوا على حاجه يعملها لي، يعني يهرب او يعني يعمل حاجه. بس انت يا نجاح في الفتره اللي رحتي عملتي فيها اليانسون ما تعرفيش يعني السيناريو بقى او اللي حصل ما بينهم ده وقع منك، انت ما سمعتيهمش بيقولوا ايه؟ سيناريو ما فيش حاجه حصلت، انا المعاينه حتى اكتشفت ان الكوبايه فيها كيسين سكر فقط، يعني انا ما لحقتش اخرج المطبخ، اروح المطبخ، ما لحقتش اروح المطبخ، ما لحقتيش. بيقول استبدت واتعملت واتخانقت، تصادرت ايه؟ تصادرت في ثانيه، تصادرت في ثانيه، ده يعقل. اسمع رصاص اول ما احط كيسين السكر في الكوبايه، اسمع رصاص، وبعدين وانا بجري عليه بفتكر انه ضربها في الحيطه ولا حاجه، اتاريه ضربها في دماغها، وبعدين بكامل قواه العقليه يتكلم كده ده عاقل، وبعدين يقول انا بشرب سيجاره حشيش، لما حضرتك بتشرب سيجاره حشيش كان بيشربها وينزل